السلام عليكم. كرئيس منظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين عبر العالم. فمن الصدف مثل هذا اليوم في سنة 1992 كنت مناضل نتواجد في مدينة شنيفرة، وهذا اليوم رئيس منظمة نتواجد بين إخواني وأخواتي في مدينة شنيفرة كذلك. فالحمد لله نرى وجود غيورة على القضية الوطنية، خاصة كما تعلمون أن هذا الملتقى يحمل رمزية مستجدات اعتراف المملكة الإسبانية بمغربية الصحراء في إطار الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي. كذلك يحمل رمزية كبيرة لتكريم ابناء عمومتي الذي قضيتهم قضيتنا كمغاربه من طنجه الى القويره، الذي هذا التكريم سيكون على درجه حمل وطني او امانه وطنيه للدفاع عن وحدتنا الوطنيه والتشبث
بالبيعة العلوية للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله في وحدتنا الوطنية. فنبدأ بسيطة على منظمة جمع شمال الصحراويين الملكيين عبر العالم، الذي هي إقليم خنيفرة جزء لا يتجزأ منه. فمنظمة جمع شمال الصحراويين الملكيين عبر العالم لها الحد الآن 164 فرع وطني على ربوع المملكة المغربية، رؤساء إقليميين ومحليين وجهويين. بعون الله لنا 31 فرع على مستوى الدولي. فنحن كنا كلمة واحدة، هدفنا هو الدفاع عن وحدتنا الوطنية، ولكن هدفنا أكبر من كل ما نرجاه وكل ما نتمناه. ليس هدفنا هي الصحراء المغربية، بل حينما نقول الصحراء المغربية فقضي الأمر. أينما يكون متواجد في الصحراء المغربية تجد أن هناك كل صحراوي حامل هوية مغربية. كل المؤسسات والأعلام الوطنية ترفرف في طنجة، من طنجة إلى القويرة، كل من سمارة داخلة بوجدود رفاية قليل من ونون باب الصحراء إلى معبر القرقالات، ما يرفرف هو العلم الوطني. وهذه أمانة أوصوني بها بعد إخواني لما أزور المكاتب الإقليمية والمحلية في الصحراء، فهم مشتاقين لزيارتكم لأرضكم الحبيبة، أرض المملكة المغربية، أرضنا المسترجعة الصحراء المغربية. نرجو منكم أن تقوموا بزيارة إلى الصحراء، بلد جميلة فيها مناظر خلابة، فيها مناطق سياحية، وفيها صحراويين مغاربة كرماء، يشهد الله أنهم كرماء وعليكم بزيارتها. حينما نقول أن ما يؤكد أن الصحراء المغربية هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، ووضع قنصليات من الدول الإفريقية والدول العربية في صحرائنا المغربية، وآخرها هو اعتراف المملكة الإسبانية بمغربية الصحراء. كما تعلمون أن المملكة الإسبانية هي مفتاح يعني آخر ما دق في نعش أعداء الرحيم. الحضور تاعنا اليوم كرئيس منظمة جمع شمال الصحراويين الملكيين عبر العالم في إطار الملتقى الأول جاء تلك المستجدات اعتراف المملكة الإسبانية بمغربية الصحراء واعتراف الحكم الذاتي كحل للنزاع الذي عمر يعني أول داخل الأمم المتحدة. فآخر يعني مسمار دار نعش أعداء الوحدة الوطنية وهو اعتراف المملكة الإسبانية. فقررت المنظمة أن تكرم قبائل الصحراوية المتواجدين في إقليم خنيفرة بهذه المناسبة، وكذلك التعريف بمستجدات ليكونوا على اطلاع بقريتنا الوطنية هي الصحراء المغربية. فكان يوما متميزا بحضور فعاليات المجتمع المدني والمناضلين ومناضلات منظمة جمع شمال الصحراويين الملكيين عبر العالم. كذلك كان جميل بحضور الإعلاميين اللي دائما هما سباقين في قضيتنا الوطنية والمساندين إلى قضيتنا الوطنية في أي مجالات. فحياكم الله.